السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أعزائي المستمعين، معكم عثمان بن شبيبة من قناة عوالم غامضة. تنويه هام، كنتمنى من أي واحد كيسمعني دابا يدير جيم القصة، وإلا كنتي ضيف جديد كنتمنى أنك تقوم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اليوم عندنا قصة بعنوان الحب الأسود، الجزء الثالث، مقتبس عن فيلم تركي بقلم وأداء ومونتاج العبد لله عثمان بن شبيبة. كنتمنى القصة تنال الإعجاب ديالكم، ونبداو القصة على بركة الله. في بعض الأحيان كتخلينا الحياة ندمو على شي حوايج كنا السبب فيهم، وخا حنا ما عندناش أي ذنب فيهم. وفي بعض الأحيان كتخلينا الحياة نشوفو شي حوايج كنا في الماضي القريب كنفيو الوجود ديالهم. وفي بعض الأحيان كتخلينا الحياة نشوفو ونسمعو الأنفاس الأخيرة ديال أشخاص ما نقدروش نعيشو بلا بيهم. ما تقولوش لي نسيتوني، انا وليد، واللي بغى يعرفني اكتر ويعرف حكايتي من الاول يسمع الجزء الاول والثاني، وغادي نرجعو لاخر مشهد من الجزء الثاني. ملي شفت راسي جيت عند جواد للدار وسمعت الحوار لتاني مرة وتصدمت. من بعد ما مشى جواد للبيت فين كيحضر وكيعزم، بدا كيحضر وكيعزم على الصورة ديال اختي حنان، وطلاسم غير مفهومة ما فارقاتش لسانه. وفي هاد اللحظة خرجات لي حنان صاحبة الوجه المشوه وقالت لي: عتقني عافاك، انا كنتعذب هنا. عافاك خويا والي. كيف العادة فقت مخلوع، كنحس بصحتي كلها كتضرني. هادشي بزاف، شحال قدي نتجاهل هاد الاحلام. فقت معصب، بدلت حوايجي ومشيت للخدمة وانا في راسي حاجة وحدة: خصني نهضر مع جواد بأي طريقة. انا صافي عييت. وصلت للاتولي ودخلت نيشان لعند جواد. دخلت لقيتو بوحدو في البيرو ديالو. جواد، ممكن نهضرو شوية؟ دار شاف فيا نص شوفة ودور وجهو بحال إلا مشغول. جواد، عافاك اسمح ليا، انا قريب نحماق. انا كنشوف شي حوايج في الاحلام وحتى في اليقظة ما يتحملهاش اي انسان. ما بقيتش قادر نعس. البارح روضتني احلام مرعبة بزاف. انا بغيتك تساعدني. دار شاف فيا بلا مبالاة وشاف ساعته وقال لي: وقت الخدمة دابا، حسن ليك سير لخدمتك. جواد، انت راك راجل اختي وصاحبي وخويا من الصغر، ما تباعدنيش عليك، عاوني. ما تسوقش لهضرتي. وبدا خارج، ولكن شديتو: عافاك جواد، اسمعني اخويا، انا عارف كتلومني على داك الشيء اللي وقع. عندك الحق، الغلطة كانت ديالي، وحنان اختي راها طرف مني، وربي اللي عالم قداش غالية عندي، حيت هي راه اختي قبل ما تكون مراتك. وانت راك ما عارفش باللي كيعذبني ضميري كل نهار وانا كنشوف ولدي انس واقف عاجز
واش عارفة جواد شحال من مرة كنموت في اليوم بسبب هاد الشي اللي وقع؟ حنان ديما حاضرة في الكوابيس ديالي، ما كتخلينيش ننعس. غير البارح خرجات ليا وبقات كتغوت وقالت لي عافاك عتقني. بجواد انا راه توحشتها بزاف، النهار كله كنشوف ولدي ما كيتحركش ما كيهضرش والحالة ضعيفة، وانا تالف ما عارفش شنو ندير. ما كرهتش كون رجع لوقت اللور، ولكن راه ما يمكنش. انا ما قادرش ندير حتى حاجة، واللي قادر نديرو دابا هو الدعاء، وهاد الشي كامل وانت مخاصم معايا من داك النهار. انت اللي بعدتي عليا حنان، حسن ليك بعد مني، ولا المرة الجاية غادي نقتلك. غادي نقتلك. صدمني رد الفعل ديالو، بقيت واقف ما متيقش راسي. واش هذا هو جواد صاحبي؟ مشى وخلاني غارق في دموعي. من بعد نهار طويل ديال الخدمة رجعت للدار، كليت ودوشت وجلست شوية مع ولدي. كنحاول نرسم على وجهه ابتسامة، ولكن في كل مرة كنت كنفشل. سمعت الدقان وخرجت نشوف شكون. ملي خرجت ما لقيت حتى واحد برا، وقيلا غير البراش اللي دقوه هربوا ما مربينش. ما درتش في بالي ورجعت عند ولدي انس. ما يمكنش، تصدمت وتخلعت، والقلب ديالي كنحس بيه غادي يخرج من بلاصتو وانا كنشوف ولدي انس واقف على رجليه وراسم في الحيط بنت كبيرة لابسة فستان ونص وجهها مخربش. ما لقيتش شي كلمة في حلقي من غير انس. انفوا ندهت ليه طاح فوق الارض وانا مصدوم. بديت كنغوت، سمعتني الوالدة وجات عندي، هزيناه رديناه للكرسي ديالو وغسلت الرسمة اللي في الحيط، ولكن الاثر ديالها بقى في الحيط. عيد خليت الوالدة حدا انس رد عليه البال، وانا خرجت نكمي كارو قدام الدار. خرجت وسديت الباب وبديت كنكمي وكنفكر في هادشي اللي واقع لانس. تبعتني الوالدة لبرا وقالت لي ولدي، انا حاسه بيك وعارفه باللي هادشي اللي كيوقع صعيب بزاف وحتى انسان ما يقدر يستحمله، ولكن انا عندي لك الحل، والحل كاين عند الفقيه فيصل الوداشي، راه كلشي كيشكره، خصك تمشي عنده يا ولدي. انت يا ماما كتعرفي الفقهاء والمشعوذين. هادشي اللي بقى خليتها برا ودخلت نشوف ولدي. فهاد اللحظة الصوت مشى ليا والخوف خلى رجليا كيترعدوا. ملي شفت ماما جالسة في نفس البلاصة فين خليتها قبل ما نخرج، وفي نفس الوقت خليتها برا من بعد ما كميت ودخلت. صافي انا حماقيت، مالك ولدي؟ حليلة شفتي شي جنية؟ لا والو عميمتي، لا والو، غير العيا وصافي، غير سريت نعسي دابا. هزيت ولدي لبلاصتو وتمنيت لي احلام سعيده. تكيت في بلاصتي وبقيت كنفكر في هادشي اللي كنعيش، او بمعنى اصح في هاد اللعنه فاش كنعيش. بقيت سهران في محاوله فاشله لجمع خيوط هاد اللعنه، ولكن ما وصلت لوالو، حيت انا اصلا ما فاهم والو. من بعد الفجر بشويه داتني عيني ونعست. حلمت براسي مرة أخرى في دار جواد، وبالضبط في بيت النعاس، وقدامي حنان ناعسة، ولكن جواد ما كاينش في الدار. تقريبا الوقت كان قبل العصر، كان باقي ما غربات الشمس. واحد الصوت كينده حنان حنان حنان. حلات عينيها بالزربة وناضت كتمشى. أكيد سمعت هاد الصوت. بديت تابعها حتى وصلت للكوزينة اللي كانت في واحد الحالة ما فيها ما يتشاف.
مشات نيشان لواحد البلاكار، حلاتو وجبدات حجاب بحال اللي شفت في الباب ديال لاكاب، وشفت في الفاز، وشفت جواد كيصايب فيه. قاستو بيديها وهي تولي الكوزينة كلها كتحرك. وأصوات صراخ جاي من الدرك الأسفل من النار، وأنا كنحس وكنشوف وكنعيش هادشي كتر من الأحلام، أحلام واقعية بطريقة مرعبة. غير حيدات يديها عليه ورجع كلشي للحالة الأصلية ديالو. واللي صار الانتباه ديالي هو بانيو كاين فوق البوطاجي عامر بجماجم حيوانات وعظام ديال الكتف، ووسط منهم بزاف ديال الدود والحشرات أقل ما يقال عنها أنها مرعبة. وقفات قدام حنان وعطاتني بالظهر وتلفتات ودارت لجهتي. لقيت الوجه ديالها ولا بحال الوجه ديال حنان مولات الوجه المشوه، وقالت لي نفس الجملة اللي كتقولها لي كل مرة: عتقني عافاك، أنا كنتعذب هنا، عافاك خويا والي. ومن بعد فقت، لقيت الساعة 7 ديال الصباح. فقت ودرت الطقوس المعتادة قبل ما نمشي للخدمة. وانا خدام كنحول شي سلعة بالكلاك، جا عندي واحد السيد خدام معايا من الممكن تعقلوا عليه. والي اسمح لي الا شرحتك داك النهار ملي سولتك واش مخاصم مع جواد. ماشي مشكلة خويا، ما وقع والو. مالك اخويا؟ تحت عينك زرق ووجهك صفر، كتبان عيان ياك لاباس؟ حسين، انا ما بقيتش قادر نعس، وفيما كنعس كنشوف كوابيس مرعبة، وحتى ولدي ماشي بخير. مراتي كانت كتعاني من نفس المشكل، ومشات عند واحد الفقيه وقال ليها انتي مسكونة بالجن، ومن بعد عدة جلسات ولات بخير الحمد لله. خاصك تمشي لعندو اخويا الفقيه فيصل الوداشي، عقل على سميتو. قلتي الفقيه فيصل الوداشي؟ بالضبط، ان شاء الله الحل ديالك غادي يكون عنده. انا غادي نوصي مراتي باش تديك لعندو، سير لعندو ودي معك حتى انس ولدك. ساليت الخدمة ومشيت للدار. يلا دخلت وهي تقول لي الوالدة: جات مرات الحسين لهنا. وقتاش جات؟ يلا مشات غير دابا، وقالت لي راه الفقيه فيصل كيتسناك، وخلات لك العنوان ديالو. يلا نديو انس ونمشيو ولدي. انت غير بقاي هنا اميمتي، وانا غادي نمشي انا وانس. مشيت لعند الفقيه. دقيت، حلت لي واحد البنيته صغيره: السلام بنتي، كاين السي الفقيه فيصل؟ كاين عمي. مرحبا بك اخويا انس. فين كتعرفي ولدي انس؟ انا ما كنعرفوش، ولكن جدي كيعرفو وهضر لي عليه بزاف. مرحبا ولدي وليد، كنت كنتسناك. مرحبا بك ولدي انس، تفضلوا. مرحبا والف مرحبا. دخلنا للدار عاديه من الداخل. دخلنا لواحد البيت مفرشه فيه زربيه وشي مخدات متكين على الحيط، وكاينه صينيه د النحاس تحت منها مجمر، وفوق منها قرعه الزاج فيها ما كيسخن
فوق من المجمر اللي تحت من الصينية. جلس الفقيه وبدا كيكتب في شي كلام غير مفهوم، فكرني في جواد. ملي سالا الكتابة رمى الورقة في الماء اللي كيسخن فوق الصينية د النحاس اللي كاينه فوق المجمر، وبدا كيحركو بعود بيض حتى دابت الورقة كلها في الماء. ونطق وقال: وليد، انا عارفك انت ما كتعرفنيش، ولكن انا عارفك غادي تجي عندي من البارح. اسمح لي، ولكن انا ما فهمتش شنو باغي تقول. كيفاش انت عارف انني غادي نجي عندك اليوم؟ هما اللي قالوا لي هاد الشي، وشفتك انت وانس. اسمع ولدي، ربي خلق بزاف ديال الكائنات على شكل هرم، من الافضل في الاعلى الى اسفل الهرم. ومن الكائنات اللي فضلها الله 3 الأجناس: أولهم البشر، ثانيهم الملائكة، ثالثهم الجن. والجن كيقدر يكون عنده تأثير كبير في العالم ديالنا. وانت ولدك أنس عليكم جن مسلط. وتقدر تبان لك كلمة مسلط غريبة بعض الشيء، ولكن إلا عكستيها غادي تلقى طلسم. وبما أن أنس ضعيف قدروا يأثروا فيه كتر منك، وبمقدورهم يوسوسوا لكم بجوج ويخليكم بجوج تشوفوا شي حوايج كبر من الإدراك البشري. وهاد الشي كله داروه باش تجيب أنس لعندي، حيت النية الحقيقية ديالهم هي يتواصلوا معاك، ماشي باش يأذيوك. وهما بغاوك في مهمة انت اللي خاصك تقوم بها. السي الفقيه، انا جيت عندك باش تعاوني نخرج من هاد الدوامة. راني عييت والله، الضمير ديالي كيعذبني كل دقيقة ملي كنتفكر انني السبب في كاع هاد العالم اللي كيعيش فيه ولدي. هو ولدي الوحيد، وهو الحاجة الوحيدة اللي ربحت في الدنيا. ان شاء الله ما غيكون غير الخير، وانا غادي ندير كتر من جهدي باش نعاونكم. غير كون هاني يا ولدي. انا غادي نحاول نعرف نوع المهمة اللي بغاوك تنفذها، ونوجد شي حوايج. دابا يمكن لك تمشي، وغدا نبغيك تكون عندي هنا انت وولدك مع العصر، ضروري. مشيت للدار وانا كلي تساؤلات وحيرة وخوف، وفي بعض الاحيان كنحس براسي دخلت لعالم الجنون. على طول الوقت كنكون ساهي وكنفكر. ما حسيتش بالوقت حتى قالت لي الوالدة ناخد انس لبلاصتو ينعس. نط ديت انس لبلاصتو وتكيت في بلاصتي، وانا كنطلب من الله يفرجها علينا ويرحمنا. حتى داني النعاس، وبديت كنحلم عاود تاني بحال ديما في دار جواد. ولقيت قدامي مشهد خلى دموعي فوق خدي سالو. شفت حنان لابسه بينوار الدوش وجالسه فوق الناموسيه، وجواد كيمشط ليها شعرها بحال شي دريه صغيره. بكل حب وموده قال ليها: لو كان كنت نجمة في السما ما كنتش نضوى لغيرك. لو كانت شوفتي فيك سهم اختار قلبك نفض النعمة وما نشوفكش كتآذي بسبابي. انا كنبغيك، كل دقيقة كتفوت كنلقى راسي كنبغيك كتر. فراسك غدا غادي نعرض على خوك والد هو وولدو انس يتعشاو معانا. غادي نرجعو سعداء
كيف ما كنا من قبل. بقيت كنبكي وكنشوف فهاد المشهد، وتمنيت لو رجع الزمن اللور. فرمشت عين تبدل كلشي، تبدل المشهد كله. كاين الظلام. بقيت كنتمشى في الكولوار وعرفت بلي هادي ماشي دار جواد، وملي وصلت حدا بيت النعاس عرفت دار من. هادي دار والديه، هادي دار والدين جواد، حيت كنعرفها بحال دارنا وعندي فيها بزاف ديال الذكريات مع جواد. سمعت شي واحد كيتمشى، مشيت تجاه مصدر الصوت، لقيتو جاي من بيت النعاس وانا في قمة الخوف. صوت خطوات وفي الظلام، لدرجة انني غير بزز باش لقيت الباب. حليتو غير بشوية وبديت كنشوف شوية مزيان، حيت ضوء القمر كان مضوي البيت. وشفت خالتي كريمة اللي هي ام جواد جالسة وكتبكي، وخالي سالم اللي هو اب جواد ناعس وشبعان ناعس، وانا ما فاهم والو. شنو المغزى من هادشي اللي كنشوف؟ خالتي كريمة فرمشت عين وقفات ومشات للكوزينة، جابت موس وقتلات راجلها. وهي كتغوت بصوت اكيد ماشي صوتها. تقريبا ضرباتو كتر من 20 ضربة بالموس في جميع مناطق الجسم ديالو. وملي قتلاتو نزلات لبرا ومشات جلسات في واحد الكرسي في الجردة، كانت موالفة كتجلس فيه. في واحد المشهد خلاني حطيت ايدي فوق عيني. شفتها وهي كاع عظامها كيتهرسوا بطريقة مخيفة، بحال الى الاف الايادي هرسوا عظامها كلهم في نفس الثانية. فقت من حلم عشته بجميع التفاصيل. هادو لا مش دراجي. فطرت ومشيت للخدمة وعارف باللي جواد 1000% مخبي شي حاجة، ولكن تفاجأت ملي جا لعندي وعلى وجهه ابتسامة ما شفتهاش شحال هذا، وقال لي اسمح لي بزاف اخويا وليد، كنت كنتعامل معاك خايب هاد الايامات، ماشي الخاطري والله. ان شاء الله كل شي غادي يرجع كيف كان، وغادي نكونوا كاملين سعداء من جديد. انا الليلة غادي نتسناك العشاء، انت وولدك انس، راني توحشتو. واخا خويا ان شاء الله. العشية غادي نجي انا وانس، وانا راه عندي واحد الغرض، ممكن نمشي قبل العصر من الخدمة؟ واخا خويا خد راحتك، انا غادي نتسناكم، ما تنساش. واخا خويا كون هاني. سبحان مبدل الاحوال. ولكن البارح في الحلم شفتو كيقول لحنان غدا غادي نعرض على خوك وولدو انس للعشاء، واليوم جا عرض عليا. هادشي اللي كيوقع عنده وجهة وحدة، وهي سبيطار الحماق.
ولكن أنا عندي إيمان بالله قوي أنه كل شي غادي يسالي. مهم وصلات الوقت وخرجت من الخدمة، مشيت للدار، خديت معايا أناس ومشينا لعند الفقيه فيصل. إلا بغيتو تعرفوا أشنو وقع ملي مشيت لعند الفقيه فيصل، وأشنو نوع المهمة اللي بغاني الجن نقوم بها، وأشنو مصير اختي حنان وولدي أنس، والسر اللي من وراء كوابيس حنان مولة الوجه المشوه، ومعنا موت والدين جواد. قاع هادشي غادي نعرفوه في الجزء الرابع والأخير اللي غادي نكتشفوا فيه جميع الأسرار. تسناو الجزء الرابع على قناة عوالم غامضة. وإلا كنتم مشتركين اللي قاموا بتفعيل زر الجرس غادي يوصلكم الجزء الرابع فور نزوله على القناة. كان معكم عثمان بن شبيبة، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.